باش غادي نقول لك كما كتعرفوا هذا العام هذا هو مختلف على جميع السنوات. قاطعنا الديربي بالنسبه ليا كل واحد وحر هو في نفسه باش يحضر لهذا العرس الكروي اللي يعني فقد البريق ديالو، فقد ذاك الحفل ديالو، فقد ذاك الرونق ديالو. وبغيت نرد على واحد السيد اللي كيقول لك باللي اللي ما مشاش للديربي زعما كخال الوطن. كنقول ليه السي مسكوت بالضبط، فؤاد مسكوت رئيس الجامعه ديال المصارعه. كنقول ليه انت اسكت، انت فيك بلا بلا بزاف، فيك الهضره بزاف، كتهضر بزاف. كون كان هاد الهضره هادي كنت كنتي بها عطيتي الافاده الجامعه ديال المصارعه اللي 14 عام. مشى واحد السيد كان ديكتاتور ورجعتي انت امبراطور تتايا، الاخر معرف اكثر منك 20 عام وانتايا 14 عام لا ميداليات لا حتى شي حاجه. وكتهضر على حتىش من انجاز انت داخل الراديو، كتهضر على كره القدم، كتهضر على الوطنيه وبزاف عليك الوطنيه. انت اللي كتقلب على الديكتاتوريه في الكرسي ديال الجامعه اللي ما درتي فيه والو. استحي الله وسير في حالاتك وخلي الجامعه ديال المصارعه. استحي الله وسير خلي راسك وبقى ساكت. ولا بغيتي اللي عمر التيران سير دي ولادك، سير دي عائلتك ودير الترويج ولا دير التسويق لكرة القدم بالنسبة للديربي ديال كرة القدم، باش تنعت أن بيضاوة أو الجماهير الودادية ورجاوية خائنين للوطن. نتوما بزاف ديال الخونة، بزاف ديال الخونة والخائن. حنا ما كنتسناوش باش يدافعوا. دابا حاليا فرنسا خرجت شحال هادي الصحراء خديناها بلا حرب بلا حتى شي حاجه. وكون كان سيدنا الله ينصرو دار واحد النداء باللي المغاربه غادي يكونوا الوداديين والرجاويين والبيضاويين هما الاولين غيشجعوا، هما الاولين غيدافعوا على هذه البلاد، هما اللي الاولين غيهزوا يهزوا يعني المكحله ويهزوا البندقيه باش يدافعوا على هذه البلاد هذه. وانت كتهضر على الوطنيه، وكنقولها لك ونعاود نقولها لك بزاف عليك الوطنيه وبزاف عليك الجماهير الوداد والرجاء، الجماهير البيضاويه اللي معروفه ديالها بالتشجيع ديالهم. ولا بغيتوا تسوقوا الديربي بالجمهور وليتوا كتطلبوا، فين كنتوا فاش درتوا لنا المنع باش ما نديروش التنقل؟ فين كنتوا باش كانوا الملاعب مسدودين؟ فين كنتوا من الظلم التحكيم؟ فين كنتم الهضره ديال السي القجع قال لك اللي بغى الدار البيضاء يبقى فيها، حنا باقين فيها السي القجع؟ وماشي جواب هذا ديال السي مسؤول باش يجاوب الناس ديال البيضاوه اللي بغى الماتش يكون اللي في كازا يبقى في كازا، حنا باقين فيها. وهذا الشيء بالنسبه للتسويق ديال المقابله ديال الديربي وديال الاهميه ديالها وديال الحضور ديالها وديال الكاس باش نبينوا للعالم. حنا ديجا بينا للعالم باللي ان الجماهير الوداديه والرجاويه ما كاينش بحالها، ماشي في المغرب، ما كاينش بحالها لا في افريقيا لا في الدول العربيه لا في العالم. المقاطعه بالنسبه ليا كاين اللي كيقول القوانين ديال الشغب، كاين اللي كيقول المستوى ديال الوداد وديال الرجاء ضعيف لانه ما كاينينش ما حاضرينش، كاين اللي عاوتاني كيقول لك باللي الوداد خرجت من كاس العرش وما داتش البطوله، الرجاء حتى هي خرجت من كاس العرش وما غاديش البطوله. كاين اللي كيقول باللي انه كان على الاقل ما تيحيدوا واحد القانون ديال 500 الفصل ديال 507 بالنسبه ديال الشغب ديال الملاعب، اللي بزاف ديال الشباب داخلي، بزاف ديال الشباب كاينين في السجن اللي حاليا على قبل الوداد وعلى قبل الرجاء، ونزيدوا معاهم حتى على قبل الجيش. كاين اللي كيقول على قبل مكوينه، انا بالنسبه لي على قبل مكوينه لانه مكوينه ما عطى حتى شي اضافه للوداد. من نهار جابوه هو يتفلسف عندنا بالتشكيله ديالو، من نهار جابوه الوداد كل خطره مدخل التشكيله في شكل، من نهار جابوه الوداد هو كيدير بعض التغييرات ماشي في المستوى، الخطط ديالو غير مقنعه، ما عطى حتى شي اضافه لكره القدم. اكبر خطا اننا جبنا مع هاد مكوينه اللي بالحقيقه كان خصو يمشي بحالاته، ما دار حتى شي حاجه وما عطى حتى شي اضافه. وبالنسبه ليا مرة اخرى كنقول بلي المقاطعه ديال الجمهور ديال الوداد
من حق اي واحد من الجماهير ما بغاش يجي، هذاك من حقه الاعتبارات ديالو الشخصيه، وكل واحد كيفاش كيشوفها من منظور ديال هذه الجامعه الملكيه ولا من الجامعه ديال ديال الاحتراف ديال هذا السي بلقشور حتى هو اللي غير حاضر ضمن تحكيمي، منع ديال الملاعب، المنع ديال التنقل، منع حضور ديال الجماهير. هادشي بزاف وبزاف ديال التراكم ديال المشاكل ديال الجامعه اتجاه ديال الجماهير البيضاويه سواء الوداد والرجاء هو اللي خلى هذا المنع. وانا في الحقيقه كنتاسف لانه الملعب كما كتعرفوا فهو بحله جديده، الملعب تقريبا 5 الخطرات هو كيتسد، كيتخسروا الملايير، كيتخسروا دائما الملايير حتى لا حاسب لا مراقبه، وكان بامكان هاد الفلوس هذه اللي تخسرت على ملعب محمد الخامس نبنيو بها 3 الملاعب ولا 4 الملاعب، واليوم باغيين يسوقوا الملعب محمد الخامس بالحله الجديده بالجمهور، يحاولوا ما امكنهم يفرضوا السيطره ويفرضوا انهم باش يجي الجمهور يحضر لهذه المقابله، ولكن ما يمكنش انك ترغم على شي واحد اللي ما بغاش يجي للمقابله، ولكم واسع النظر. لا انا ما غنمشيش، انا قلتها ديجا، قلت نهار نمشي مكوينه نمشي، ماشي حتى في الديربي حتى في المقابلات اللي جايه، نهار يمشي مكوينه غادي نحضر جميع المقابلات، نهار غادي يبقى والله لا مشيت 3 ايام. ياك مكوينه راه خاصك تمشي باش خالد يمشي تسير، ولا ماشي مكوينه باش يمشي، انا بالنسبه لي ما قنعنيش، لانه كما كتعرف شحال هذه كان 5 المقابلات 6 المقابلات من ما كيعطيش المدرب كيجريو عليه. حاليا ما عرفناش ان باقيين 5 المقابلات على نهايه البطوله، والمدرب بقى ما دار والو، ما عطى والو، ما دار حتى شي اضافات في السيف ديالو، تسجيل بالكاميرات، لاباري كيركبها كيديرها على اللعابه باش يقيس المستوى ديالهم. وبالنسبه لي كاع هادشي ديال التقنيات ديالو اللي دار مكوينه ولا اللي عطا ولا اللي جاب معاه ولا الطاقم التقني اللي معاه ولا هاد المساعدين ديالو، بالنسبه لي كارثه واكبر خطا انه يتمنى جاب هذا المدرب وجاب هاد 26 لاعب ديال الكاس. شكرا سي خالد، بالنسبه لك الرساله واضحه، واش الجمهور عنده الحق ولا ما عندوش؟ كل واحد، حنا ما كنقولوش، حنا خلى واحد ما غنقولوش لواحد ما تمشيش الا ما مشيتيش تفرج كما شي راجل، حنا ما غنقولوش لاي واحد لا خصك تمشي، وما غنقولوش لاي واحد الا ما مشيتيش راك شماته، الا مشيتي راك شماته. حنا كنقولوا اي واحد عنده الحق باش يمشي يتفرج، باش يشوف الوداد، باش يشوف الرجاء، باش يشوف ملعب محمد الخامس اش داروا فيه، باش يشوف الديربي، كل واحد حر في راسه. شكرا سي خالد.